نواصل. بأن التضامن الدولي يجب أن يكون فعليا، ولذلك قامت الجزائر أولا بإلغاء ما يفوق 1500 مليون دولار أمريكي من الديون لتخفيف الأعباء المالية على بعض الدول. كما قامت الجزائر بتقديم مساعدة بأن التضامن. مرحبا. وزير المالية يقول أن الجزائر وفي إطار التضامن الدولي مسح الديون مجموعة من الدول. أنا واحد من الناس كمواطن جزائري ومثلي ملايين مانيش مسامح لكم في الدنيا وفي الآخرة، نتحاسبكم عند ربي. قال بلي هادو تبرعوا مليار و500 بدون ما يشاورونا، كما راه صاير في الدستور سنتين. يخلق لك اي مشكل، التعبئه الاخر يخلق لك. يا ربي لو كان يبعث محارقه للمروك وقال راحت له الحرب وكذا حاله طوارئ وتعطيل الدستور ونزيدوا عامين. التعليق الثاني اللي نتكلم عليه، اسمعوا معايا هذا التعليق ثم نواصل. بأن التضامن الدولي يجب أن يكون فعليا، ولذلك قامت الجزائر أولا بإلغاء ما يفوق 1500 مليون دولار أمريكي من الديون لتخفيف الأعباء المالية على بعض الدول. كما قامت الجزائر بتقديم مساعدة بأن التضامن. مرحبا. وزير المالية يقول أن الجزائر وفي إطار التضامن الدولي مسح الديون مجموعة من الدول. هذا المبلغ يفوق أو يساوي 1500 مليون دولار. 1000 مليون دولار معناتها مليار. أنا قلت لكم خاطيني الحسابات تاع المالية هذه، ولكن عملية حسابية 1000 مليون معناتها مليار ولا شحال ولا 10 ملاير ولا شني، لأنه كان 100 مليون 200 مليون 300 مليون 400 مليون 500 مليون 600 مليون 700 مليون 800 مليون 900 مليون 1000 مليون معناتها مليار. هذه مليار و500 مليون. مليار و500 مليون الجزائر مسح الديون. هذا في إطار التضامن الدولي. ولكن ماذا خصصت الجزائر للتضامن الوطني؟ يا ربي الشعب الجزائري بحاجة إلى تضامن. يا سي تبون يا وزير المالية، هذو 5 اللي ماتوا اليوم في بوغزول بحاجة إلى تضامن. يعني هذو راهم بحاجة إلى تجهيزات، هما وغيرهم العمال بحاجة إلى تجهيزات من أجل حماية أنفسهم. أنا بالمناسبة الآن نوجه نداء إلى عمال ولاية المدية وخاصة هذه بوغزول تاع النظافة، نقول لهم توقفوا عن العمل، ديروا إضراب. توقفوا عن العمل، ديروا إضراب عن العمل. بعد موت 5 أصحابكم ما تستنوش حتى تموتوا انتم ثاني. وقفوا العمل، إضراب عن العمل لحين توفير كل وسائل الأمن والسلامة. لازم يكون عندكم تأمين أولا للسيرونس، إذا كان ما عندكمش لازم تكون عندكم. لازم لكم شروط الأمن والسلامة. لماذا؟ لأنه وزير المالية يقول بلي رانا نتبرعوا مليار و500 مليون دولار. مليار و500 مليون دولار راكم عارفين واش ديروا مش عارفين. مليار و500 مليون دولار راكم عارفين واش ديروا مش عارفين. راهي تبني مدن. بوغزول تتبنى، بوغزول تولي عاصمة. مليار و500 مليون دولار راك تبني بها مدينة جديدة تسكن فيها مئات الآلاف من الجزائريين، توفر بها مئات الآلاف من مناصب العمل. ويخرج لك وزير المالية يقول لك باللي الجزائر في إطار التضامن الدولي تبرعت أو مسحت ديون، يعني عدد من الدول بمبلغ يقدر بمليار و500 مليون 1500 مليون دولار. السؤال، هذا المليار و500 مليون دولار اللي سمحتوا فيها، هل بموافقة الشعب أم رزق باباكم؟ هل كاين قانون
وكاين مش عارف أنا موافقة من على الأقل يا سيدي، على الأقل من البرلمان، برلمان الشكارة والبقارة، على الأقل قال موافقة البرلمان، قال درنا اقتراح للبرلمان الجزائري وممثلي القاشي ممثلي الهايشر، وقلنا لهم رايحين نتبرعوا بمليار و500، تقبلوا ما تقبلوش؟ على الأقل يا سيدي، على الأقل احترام، شوية احترام للشعب. قال يا ودي وش راكم الشعب أنا واحد من الناس كمواطن جزائري ومثلي ملايين مانيش مسامحي لكم في الدنيا وفي الآخرة، نتحاسبكم عند ربي. قال باللي هادو تبرعوا بمليار و500 بدون ما يشاورونا. إذا كان رزق باباكم ولا رزق أماتكم ولا رزق خالاتكم وعماتكم الله يسهل، ما نسلكمش. إذا كان رزق الشعب الجزائري من الخزينة العمومية ماناش مسامحينكم، وكيلكم ربي، وكيلكم ربي، لأنه هذو 5 اللي ماتوا في البوغزول على الأقل لو وفرتوا لهم ظروف عمل فيها أمن وسلامة وفيها يعني أدنى شروط العمل، ما يموتوش. لكن أنتم باخلين الشعب موقفين عليه الخبز، موقفين عليه الاستيراد، موقفين عليه الاستيراد، وموقفين عليه رحمة ربي، مدايرينه في سجن، ممنوع يخرج، واللي يخرج وراك رايح ممنوع يتنفس، وقاعدين تتبرعوا. وهذه كما يقول لك الناس مليار و500 تبريحة في خاطر الشابة دليلة، وهذه 500 مليون تبريحة في خاطر الشابة وردة شارلومونتي. قال لك راه في السجن، مش عارف علاش دخلوها للسجن ثاني، ربي يطلق الصراحة، راهو السجن ولا غير اللي جاي يدخل. ودابرك مولاه مليار و500 مليون متبرعة بها حكومة عبد المجيد تبون بدون موافقة الشعب وبدون علم الشعب. الشعب ما على بالوش، يعني لو كان ما قالهاش وزير المالية فضح روحه ويزوخ، احنا راه عندنا لبس علينا، رانا تبرعنا بمليار و500، ما على بالناش، ما نسمعوش. يعني وزير المالية فضح، قال لك ما شافوهمش هما يسرقوا، شافوهم هما يتحاسبوا. هنا شفناهم احنا هما يتحاسبوا، وكيلكم ربي، وكيلكم ربي، ونتحاسبوا في الدنيا وفي الآخرة. إذا مش منطقي يا ناس هذا التسيير الفوضوي العشوائي اللي رانا عايشينه، مش منطقي. الإساءة لمؤسسات الدولة كارثة. أصبح الآن لا يوجد مسؤول في الدولة، راهو مأمن حياته، الناس كل خايفة، بما فيهم رئيس الجمهورية تبون الآن راهو شايف باللي 2029 إذا ما صار له والو لازم يمدد عامين، لازم يموت رئيس. ادوها من عندي. تبون إذا كان ربي يطول في عمره 29 رايح يعني مستحيل يصبح رئيس سابق. في المخيلة نتاعو في مخه تبون مستحيل يخرج من رئاسة الجمهورية ويصبح رئيس سابق، مستحيل. عندنا واحد اللي دارها بمحض إرادته الله يرحمه، والتاريخ لا يعيد نفسه، ما تكررش. زروال دارها في عز قوته وبصحته ولبس عليه واستقال. هذه صارت مرة في التاريخ وما تصراش، مستحيل تصرى. اللي راهو تخيل باللي تبون 2029 راح يسلم السلطة إلى رئيس منتخب، أنا نقول لك تحلم. تبون لن يغادر الكرسي إلا للعالية. معناتها إذا ما ماتش قبل 2029 والأعمار بيد الله راح يمدد كما راه صاير في الدستور 2 يخلق لك أي مشكل. التعبئة الآخر يخلق لك، يا ربي لو كان يبعث محارقة للمروك وقال راح تنوض حرب وكذا حالة طوارئ وتعطيل الدستور ونزيدوا عامين 2031. معناتها تبون قاعد 2031، وإذا كان ربي يطول في عمره بعد 31 يخلق لك ثاني مشكل آخر، ويخلق لنا حرب مع المروك ولا مع مالي ولا مع النيجر باش يستمر إلى غاية 2033 ولا 2000، وإذا كان ربي يطول في عمره بعد 33. المهم تبون لن يغادر كرسي الرئاسة إلا العالية، أدوها من عندي. واحد يقول لي ما هو الحل؟ خلوها ربي وخلاص. احنا انتقدنا تبون مش لأننا قلنا له ما تقولش باللي قضينا على الماء، لا، قلنا له ما تصرحش تصريحات غير مسؤولة. يا سي تبون ما تقولش باللي
أكبر دولة في العالم وأحسن دولة في العالم اللي صنعت الأنسولين هي الجزائر. ما تقولهاش لأنه غير صحيح. ما قلناش كذبت، حاشا، قلنا رجعت طرش. ما تقوله يا سي تبون غير صحيح، كلام غير مسؤول، كلام لا يقوله رئيس جمهورية. لما تقول باللي الجزائر هي أول دولة في العالم تنتج الأنسولين راك غلط. لما تقول باللي الجزائر ستدشن أكبر مشروع القرن، قطار تندوف وهران، نقول لك راك غلط، راك غلط. لما تقول أن الجزائر ستصدر 10 ملاير حديد في العام من خارج بلاد، راك غلط، غير صحيح. لما يخرج لك بروفيسور ويقول لك باللي هذه النظرية غير صحيحة تدخلوه للسجن، راك غلط. احنا هذا وش قلنا؟ يعني ننتقد، ما قلناش راك تكذب، حاشا حاشا، ما قلناش تكذب ياسي. قلنا تصريحاتك تصريحات غير مسؤولة، تصريحاتك متسرعة، تصريحاتك مبنية على أسس غير صحيحة، يعني ما عندهاش لا أساس لا راس. قال لك هذو عملاء وخونة ولازم تديروا عليهم حملة ضد ولازم 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 ولازم. يعني كيفاش ما كانش عدم استقرار مؤسسات الدولة، عدم استقرار مؤسسات الدولة راهو يؤدي إلى خراب. وهذا الشيء لم يحدث أبدا قبل 2020، لم يحدث. هذا مش معناته أنه ما كانش كاين فاسدين وزراء ومسؤولين، لا كانوا كاينين، لكن كانت المعالجة تتم في إطار لا يمس بمصداقية وسمعة مؤسسات الدولة. كاين كثير من الضباط اللي تعاقبوا في سرية تامة، حتى مرت ولاده ما على بالهمش باللي راهو في ليزاري ولا في الحبس. كي يسألوا شنو قال راه ميسيون في الصحراء، اقسم بالله العظيم نحكي لكم هذه الحقيقه، حقيقه، هذا الشيء اللي نقول لكم حقيقه. كاين ضباط اللي انا نعرفهم ضباط، حتى في 2003 2004 نعرف ضباط اقسم بالله مرته وولاده ما على بالله في ليزاري شر. كي يسالوا قال راهو ميسيون في الصحراء، اقسم بالله غير انا على بالي بلا في الحبس، انا على بالي سمعت من صحابه باللي راهو في ليزاري، ضربوه في ليزاري شر. مرته كي تسقسي وشني قال راهو ميسيون في الصحراء، بصح تقول لك ما عيطناش وكذا، انا راهو في بلاصه الريزو ما كاش، تليفون ما كاش، حفاظا على سمعه الضابط. باش مرته ما تعرفوش بالله في الحبس، ولادو ما يعرفوش بلي بويهم راه في الحبس، هو راهو شهر مرمي في السجن، شهر مرمي في السجن، في بن عكنون ولا في ديل ابراهيم ولا في اللمديان في وزاره الدفاع ولا في اي مكان، راهو يقضي في شهر في السجن عقوبه، ومرته وولاده والله ما على بالهم. هاي الدوله مرته وولاده ما على بالهمش. كي تسال مرته واش كان قال راهو في ميسيون في الصحراء، راه في زواتين، تقول لك بصح ما كلمناش، مهمه راح مهمه مستعجله وما عندوش تليفون ثم الريزو ما كاش. مرته تصدق تقول لك عسكري راح. كي يخرج من الحبس يروح لداره نورمال ويقول لها كنت ميسيون، حفاظا على سمعه الضابط، حفاظا على سمعه المؤسسه العسكريه، حفاظا على سمعه الدوله. الان الجنرال كان مدير الامن الداخلي تبوني يتحيل ويقول له وجد روحك السي ناصر، بعد اشهر اصبح مجرم واصبح في السجن واصبح كذا واصبح كذا. مساس بمؤسسات الدوله، عيب عليكم، عيب عليكم وين وصلتوا البلاد. ربي وكيلكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لكن ولاؤنا يبقى للدولة الجزائرية، ولاؤنا للمؤسسة التي حافظت على الجمهورية، أنقذت الجمهورية، وعدنا الثقة في الضباط الأحرار اللي نوجه لهم رسالة نقول لهم وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قدنا عجبكم، متنساوش تدعمونا بالاعجاب، كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناة اول باول، وما تنساوش كذلك تخلوا الاراء ديالكم، استفسارات ديالكم، اقتراحات ديالكم اسفل الفيديو في قناة التعليقات حول ما قاله باستيراء عن تصريح وزير المالية الجزائري اللي قال بأن النظام الجزائري صرف الملايير على دول إفريقية وقام بمسح ديون
مجموعة من الدول الإفريقية من أجل بقاء موقفها تجاه جبهة البوليزاريو ودعمها للدولة الوهمية، إلا أن هذه الملايير ذهبت هباء بسبب تراجع هذه الدول عن موقفها ووقوفها أمام إلى جانب المملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية. كذلك إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ونتلاقى إن شاء الله في فيديو قادم وموضوع جديد. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله وحفظه.